السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم وهي حلقه جديده من حكيم ستيشن. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي تعمل ريجنج للعربيه اللي معانا دي وتقدر تحركها داخل السينما 4 دي. مبدئيا مفهوم الريجنج، يعني ايه ريجنج؟ يعني بتضيف سكيلتون او هيكل عظمي مثلا، او اداه تقدر من خلالها ان الموديل بتاعك اللي انت جهزته تقدر تعمله تحريك. يعني مثلا لو عندنا جسم بشري او موديل لحيوان معين، بنضيف له هيكل عظمي عشان نقدر نربط اللحم او اللي احنا عاملينه ده او الموديل اللي احنا عاملينه بالعظام اللي احنا ضفناها اللي هي في السكيلتون، نربط الاتنين ببعض فيبدأ يقبل مني اي تحريك اعمله. كذلك في موضوع السيارة هنا، هو ده بالنسبة لك موديل زي اي موديل، هو ما فيهوش حياة ما فيهوش حركة. فموضوع الريجنج ده ان انت بتحط له السكيلتون او بتربط او بتفهم البرنامج ان الموديل ده قابل للتحريك وان الجزء ده مثلا بيعمل كذا. يعني ده كاوتش العربيه المفروض ان هو يمشي يمين وشمال وقدام وورا وكذا، فانت بتفهمه الاجزاء دي. فده مفهوم الريجنج ببساطه جدا. طيب، اول حاجه لما اجي اعمل ريجنج لموديل عندي زي موديل السياره هنا تحديدا، احاول احط الموديل بتاعي في الوسط. يعني الموديل ده اصلا ده موديل جاهز، انا جايبه من اللايبراري بتاعه السينما 4 دي، وهحط لكم الموديل ده، هرفعه لكم برضو، هتلاقيه في الديسكريبشن، تقدر تحمله وتطبق عليه الدرس بتاعنا. اول حاجه لما اجي اعمل ريجنج لحاجه زي السياره كده، السياره دي بتتكون من كذا جزء. عندي الاربع اطارات دول، اربع كاوتشات، والبريكس او اللي هي الفرامل عندي اربعه برضو في كل كاوتش واحده. وعندي جسم السياره، يعني كده اربع اطارات واربع فرامل ادي 8، وجسم السياره ادي 9. وممكن الستيرنج ويل او الدريكسيون بتاعنا او عجله القياده دي ممكن تكون معانا جزء عاشر. فدي الاجزاء الرئيسيه في السياره بتاعتنا اللي بنستخدمها في التحريك. طيب انا عندي هنا لو بصيت هلاقي ان البادي عندي كده ده جزء اهو لوحده، والستيرنج ويل او الدريكسيون بتاعنا لوحده، والويلز اللي هي الكاوتشات والمكابح بتاعتها او الفرامل دي جزء لوحدها. يعني لو بصيت هنا هتلاقي العجله الاماميه اللي على الشمال واللي على اليمين والفرامل. خلينا كده نسحب الفرامل دول مع بعض، اللي هي اللي اسمها بريك. في عندك ادي بريك 1 2 3 4، واحد للعجلة الأمامية الشمال والأمامية اليمين والخلفية اليمين والخلفية الشمال، وهنا نفس الكلام للكاوتشات بتاعتنا أو الإطارات بتاعتنا. طيب، أول حاجة بروح على الكاركتر، ومن هنا بقول له عايز كاركتر وكاركتر، وبروح هنا من التمبلت اقول له انا عايز كار ريج، وبقول له ماستر، بضغط عليها ضغطه كده فيبدا يديلي او ينزل لي الكنترول او بدايات اللي هو الكار مين. نضغط كده على الكار مين يبدا ينزل لي الحاجات دي. فهنبص كده نلاقي ان دي عناصر التحكم اللي هتكون معانا اللي هنقدر نتحكم بيها في السياره. طيب، مهم عندي لما اجي احط الموديل في البدايه احاول احطه في منتصف الجريد بتاعتي، يعني يكون الموديل ده اللي هو العربيه عند الزيرو زيرو زيرو قدر الامكان. ليه؟ عشان الكاركتر او الريجنج، هو اسمه كاركتر طبعا، بس يعني احنا ممكن نسميه هنا مثلا كار ريج عشان ما نتلخبطش. ده بينزل لك برضو في نقطة الزيرو، فمهم ان انت تبقى عامله كده بحيث ان هو ينزل لك مظبوط قدر الامكان، لان انت هتعدل فيه بس بيحاول يكون مظبوط قدر الامكان. فهننزل كده من الكار ريج، عندي الماستر كومب، وعندي حاجة هنا في الاتريبيوتس بتاعتها اسمها الادجاست. في عندك البيلت والادجاست والبندنج والانيميت، هنمشي بيهم في يعني بترتيب كده. هروح عند الادجاست، مجرد ما بضغط عليها بيظهر لي النقاط دي. النقاط دي بتحدد لك اماكن العناصر بتاعه التحكم بتاعتك. يعني عناصر التحكم مثلا هنا لو جيت تقف على كل واحده فيهم بيقول لك دي بتعمل ايه. يعني مثلا هنا بيقول لك الليفت فرونت ويل، الاطار الامامي الشمال، ده الراديوس بتاعه او نهايته، يعني نهايته من تحت هنا، ده اللي هو المفروض يكون في الوسط. يعني النقاط دي هنبدأ نحطها
في الوسط. لو لاحظت ان انا اول ما بروح عليها بيحدد لي دي وبيحدد لي الناحيه التانية معاها، وهنا برضو لو جيت حددت ده بيحدد لي دي معاها. تمام. فاحنا بنيجي كده مثلا هقول له تعالى لي من اي فيو بورد كده 2 دي، يعني مثلا نيجي من الرايت ونبدا نسحب الماستر كومب ده كله كده، نرجع بيه وهنحاول نظبط النقاط بتاعتنا دي تبقى في النص قدر الامكان. يعني النقطه دي والنقطه دي واللي زيهم من الناحيه التانية دول المفروض يكونوا عندي في نص الاطار بتاعي. بسحب كده. خلينا نبص من البرسبكتيف. لما باجي اسحب كده بيسحب معايا طبعا الناحيه التانية. يعني نظبطها كده قدر الامكان. دي نهايه الاطار عندك وندخل بيها كده. طبعا الناحيه التانية يعني سيمتريكال منها فبتاخد نفس الاعدادات. هنا برضو نحاول نظبط الكلام ده. ده عندك الكارمين او الشاسيه بتاع العربيه، جسم العربيه. في عندك هنا الستيرنج ويل، حاجه القياده. طبعا احنا ممكن العربيه دي نمشيها مثلا بعد كده لما نيجي نعمل لها انيميشن نمشيها على مسار، او ممكن نتحكم بالدركسيون بتاعها ده، نبدا نحركها يمين شمال الكلام ده. فاحنا ممكن نحرك ده كده. خلينا نبص عليه من الليفت سايد او من الرايت سايد، يعني نظبطه كده قدر الامكان. وممكن نبص من التوب برضو نتاكد ان مكانه مظبوط. يعني موضوع الادجاست او تحديد النقاط بتاعت كل عنصر دي نقطة مهمة، لان على اساسها بيتم ربط الريج بجسم العربية. لكن نقطة بسيطة في نفس الوقت، يعني هي بس مجرد ما بتظبط النقاط دي، واللي غالبا بتبقى نازلة على جسم العربية مظبوط لو انت حاططها في الزيرو زي ما قلنا. طبعا ممكن وانت شغال على كل جزء من الاجزاء دي تمسك مثلا كار ريجنج، تمسك نفترض الفرونت ليفت مثلا وتقول له اعمل لي ايزوليت او اعمل لي سولو زي كده، وتبدا مثلا تظبط الجزء بتاعك ده، وبعدين تنزل مثلا على الاطار اللي تحتها، وهكذا تفضل تعمل سولو كده وتظبط كل جزء لوحده. يعني دي حاجه ممكن تسرع معاك الدنيا او تسهلها. طيب مجرد ما عملت الدنيا كده، حددت النقاط بتاعتي، هبدا اروح على الكارمين وهقول له ديسبلاي. وعندي هنا حاجه اسمها المانجرز، اقول له اديلي فول هيراركي، يعني عايز اشوف كل العناصر بتاعه الريجنج بتاعتي عشان اعرف اربط كل جزء بالجزء الخاص بيه في جسم السياره. فهقول له اديني فول هيراركي، فهيديني التفاصيل دي كلها. طبعا عشان ما نتلخبطش احنا هناخد كوبي من الكلام ده، نضغط هنا فهيطلع لي ويندو. انا عايز بس الاجزاء بتاعت السياره عندي من اول هنا، من اول الروت، اللي هي الاجزاء اللي تحت دي، اللي هي العجله الاماميه والخلفيه والمكابح والكلام ده كله. فهاجي هنا عند روت، اعلم كده وهقول له فيو، انا عايز اشوف بس الروت واللي تحتيها. فهقول له هنا set as root، فهيشيل لي كل اللي فوق، هيخلي لي بس الروت اللي انا كنت مختارها وكل اللي تحتها. وممكن نقفل الكلام ده. وهاجي عند العناصر بتاعتي اللي هم دول، الكاوتشات والمكابح وجسم السيارة والستيرنج ويل، وهقول له رايت كليك واديني ريجنج تاج كونسترينت، فهيديني الكونسترينت ده. كونسترينت انا عايز اربط الحاجات دي، يعني اربط الريجنج او العظام اللي انا عملتها دي او الهيكل اللي انا عملته بجسم السيارة. فهبدأ اقول له اربط لي الكلام ده كبيرنت، وانا مختارهم كده كلهم. هنزل هنا هقول له بيرنت، فهيظهر لي الاتريبيوتس بتاعت البيرنت هنا مجرد ما اختار. بضغط كده فبيظهر لك التابة بتاعت البيرنت دي. نبدأ بقى نمسك كل واحدة كده ونربطها. عندك هنا مثلا الرير ليفت بريك كاليبر، الحاجات اللي هي قلنا بريك دي، دول اللي هم الفرامل بتاعتنا. طيب عندك هنا كل جزء، يعني مثلا الشاسيه او جسم السيارة
طالع منه 3 عناصر او في 3 هيراركيز تحتيه. في عندك هنا برضو الاطارات نفس الكلام. فعندنا حاجة مثلا زي المكابح دي او الفرامل. الفرامل هتبقى هنربط بيها اللي هي تاني واحدة في الهيراركي، مثلا ليفت فرونت ويل بايند، دي هتتربط في العنصر الخاص بيها في المكابح، يعني ده للفرامل وده للكاوتش نفسه او للاطار نفسه. خلينا نشوف الكلام ده مع بعض. خلينا نبدأ من فوق كده. انا عندي هنا مثلا الكاوتش الامامي اليسار، هنعلم على الكونسترين دي اللي هي البيرنت، وهيقول لك تارجت انت عايز تربطه بايه. فهنروح كده نشوف الفرونت ليفت. عندك ادي الليفت فرونت اهي، فهنقول له ده اطار، فاحنا عايزين نربطه. هتلاقي فيه كلمة رول، فهنقول له تعالى انت كده، وهنيجي عند الرايت ويل اللي هي الفرونت رايت، وهنقول له اللي هي دي برضو، واللي بعدها العجلة الخلفية اللي على اليسار، الرير ليفت او الليفت رير اللي هي دي، وهي هنيجي نربط دي برضو الرير رايت، اللي هي دي. لاحظ ان انا باخد اخر واحدة اللي هي الرول، ده في الكاوتشات نفسها او في الاطارات نفسها. هنا بقى في البريك دي عندي الفرونت ليفت بريك، ادي الليفت فرونت اهي. فانا هاخد تاني واحدة اللي هو ترتيبها كده اللي هي في الوسط دي اللي هي البايند ليفت فرونت، وهاجي هنا الفرونت رايت او الرايت فرونت نفس الكلام، الرير، وهاجي هنا عند الرير ليفت برضو نفس الكلام. بعد كده هيبقى فاضل معانا الجزئين دول اللي هما الستيرنج ويل والبادي. هروح على الستيرنج ويل وهقول له هاخد الستيرنج ويل تيب دي التارجت بتاعه، وهروح على البادي هتاخد الشاسيس بايند، وهروح بعد كده على الكار ريج. يعني خلينا نقفل الكلام ده مش محتاجينه دلوقتي. ممكن بدل ما نشوف الكلام ده كله نقول له اديني الكومبوننتس بس، حاجة زي كده، وننزل على الماستر كومب وهروح على الاوبجكت وبايندينج، فهيديلي الكومبوننتس بتاعتي كده. ممكن دلوقتي ابدا اتشيك احرك السيارة، بس قبل ما اعمل كده محتاج ان انا اروح على الانيميشن واضغط عليها كده. فهو كده المفروض ان هو ربط لي جسم السيارة بالريج اللي انا عملته. ابدا امسك الاجزاء دي واتشيك الانيميشن بتاعي، يعني حاجة زي كده مثلا، بحرك تمام. يعني بمسك الجزء الامامي والجزء الخلفي. خلاص السيارة مثلا لو مسكت الجزء الامامي وحركته ففي نقطة ارتكاز هنا وبيحرك لي الجزء ده. ابدأ مثلا احرك الاطارات دي، يعني مثلا دي بروتيشن كده، او امسك الماستر كله ده ببدأ احركها لقدام ولورا، بلاقي الاطارات بتلف معايا والدنيا تمام. ونمسك الستيرنج ويل دي نبدأ نحركها يمين وشمال، هلاقي الدنيا معايا زي الفل. بس وبكده ابقى عملت ريجينج مظبوط. طيب انا عايز امشي مثلا السيارة دي على مسار، ممكن ابص من التوب كده وابدأ ارسم اي مسار انا عايزه، وليكن كده مثلا.
يعني مثلا طريق زي كده. وخلينا نمسك الماستر كومب ده وهروح على الكنترول، وهقول له هنا انا عايز المسار بتاعي اللي هو الطريق اللي انا عملته كده يبقى زي كده. ندوس نرجع كده لنقطة الصفر. طبعا السيارة بتتحرك لبداية المسار بتاعك. ممكن في الحالة دي بقى نبدأ نزود عدد الكيز. مثلا هقول له انا عايز السيارة تتحرك في 500 فريم مثلا. في الفريم الاولاني يبقى البوزيشن بتاعها صفر زي كده واحنا واقفين عند الزيرو، وهروح على اخر فريم اللي هو رقم 500 يكون البوزيشن بتاعها 100%، وهعمل كي تاني. هرجع كده وهشوف الكلام ده، اقول له بلاي. هبص الاقي السيارة بدأت تتحرك معايا على المسار بتاعي والاطارات بتاعتها بتلف ومفيش مشكلة فيها. خلينا بس عشان نديها شوية واقعية نخلي الجسم بتاعها، طبعا السيارة طول ما هي بتمشي الجسم بتاعها بيتهز، يعني الشاسيه بيتهز شوية. فخلينا كده نعمل الكلام ده. نروح على الكار مين، هلاقي فيه الكنترولز بتاعته. مثلا الشاسيه فايبريشن نقول له خليه مثلا يتهز بمعدل 15% مثلا ولا 10% على حسب اللي انت عايزه. ودي كنترولرز تانية بقى تقدر تتحكم في الاهتزاز، في الدوران، في حركة الإطار نفسه بيتهز قد إيه، بيعمل رولينج من نفسه بشكل أوتوماتيك ولا أنت عايز تتحكم فيه. فدي تفاصيل كتير تقدر تتحكم فيها من الجزء ده. هنا بص يعني هتلاحظ إن الشاسيه بتاع العربية، يعني حتى خلينا نرجع كده للماستر كومب. يعني لو قلنا له مؤقتا كده اعمل كلير للسبلاين ده، بص جسم العربية بيتهز ازاي وهي واقفة في مكانها. ده الفايبريشن بتاع الشاسيه. هقول له كنترول زد رجع لي السبلاين ده ويخلينا كده، تبدأ العربية تتحرك معايا. ممكن طبعا الطريق ده بقى ممكن اديله مثلا سويب. يعني لو جيت هنا وحطيت ريكتانجل عملت حاجة زي كده والت وضغطت هنا قلت له سويب، فهيجي لي الريكتانجل تشيلدرن لسويب. وهاخد كوبي من السبلاين ده عشان ما نلعبش فيه، خليه هو لوحده كده ونيجي نحطه هنا فهيبدأ يعمل لي طريق. نبدأ نقلل مثلا الهايت بتاع الكلام ده. وممكن بعد كده بقى برضو اوزع بكلونر، اوزع مثلا اعملة اضاءة، اتحكم في الطريق ده اظبطه زي ما انا عايز. هنبص كده نلاقي السيارة بتمشي معانا بالشكل ده. كمان برضو ممكن يعني استكمالا للمشهد ان انت تضيف كاميرا تتبع لك حركة السيارة دي. طبعا ما تقلقش انها بتظهر بالشكل ده، مجرد ما بتدوس بلاي الانيميشن يعني بتظبط معاك مكان السيارة. لو جينا هنا وعايزين نحط كاميرا مثلا، ممكن نيجي نقول له والله حط لي كاميرا، وده البوزيشن بتاعها كده. خلينا ندخل زوم شوية على العربية، هنقول له خليك كده وادي لي تارجت. رايت كليك كده وهقول له انيميشن تاجز وتارجت. والتارجت ده انا هعلم مثلا خليه كده على جسم العربية. ورايت كليك تاني وهقول له انا عايز كونسترينت من ريجينج تاجز. عايز كونسترينت اربط الكاميرا بتاعتي دي. يعني انا لو دوست بلاي كده قبل ما اربطها هتبص تلاقي الكاميرا بتبص على العربيه بس الكاميرا ثابته في مكانها. فلما العربيه تبعد هتبص تلاقي يعني الدنيا صغيره. يعني لو انت عايز المشهد لحد هنا اوكي خلاص انت كده تمام، لكن لما العربيه بتبعد خلاص انت مش شايف تفاصيلها. فعشان كده احنا بنحط الكونسترينت كأن الكاميرا بتجري ورا العربيه بتاعتك. فمجرد ما حطيته كده بقول له انا عايزك بيرنت، وبيرنت برضو لنفس السياره. اقول له بيك كده واعمل لي بيك للبادي، يعني كأنها بقت مرتبطة بيه. مجرد ما ادوس بلاي كده هتبص تلاقي نفسك الكاميرا خلاص بص على السيارة وماشية وراها في نفس الوقت. طبعا ممكن تعمل انيميشن براحتك للكاميرا، ممكن تعمل لها فايبريشن تتهز تتحرك من قدام لورا تلف ورا السيارة تطلع من جوه وتدخل. شغل كتير ممكن يتعمل بيها. ممكن ارجع هنا مثلا على السويب السبلاين ده اخليه مثلا يونيفورم وازود النمبر بتاعه عشان الطريق يبقى ناعم شويه.
ممكن طبعا اعمل لها جوانب، ممكن زي ما قلت انزل اعمدة انارة او اشجار واوزعها بكلونر على الجنبين، واضيف HDRI واعمل بيئة متكاملة وهيبقى المنظر جميل جدا. طبعا في حاجات تاني ممكن تعملها في المشهد بتاعك. ممكن لو انت حابب مثلا تضيف طبيعة وعرة، يعني مش طريق كده سالك، لا تضيف جبال او مرتفعات او الكلام ده، وتخلي السيارة تحس بيها. فممكن تضيف الكلام ده مثلا من خلال انك تضيف حاجة زي اللاندسكيب كده، جبال، او لو عندك موديل جاهز وبتروح على الماستر كومب بتاعك، ومن خلال الكنترولرز تقدر تحطها في كوليجن مش، بس تبقى محولها طبعا لإيديتبل بولي وبتسحبها، فهتبدأ السيارة تتعامل معاها حاسة بيها، يعني تبدأ مثلا تعلى وتوطى وتتداخل معاها والكلام ده كله. زي ما قلنا المشهد ممكن تقفله معاك بشجر وأعمدة إنارة وغيره من التفاصيل مع HDRI، وهيدي معاك افكت جامد جدا ان شاء الله. وممكن دلوقتي نخفي الكار ريج ده عشان ما نشوفوش في المشهد بتاعنا، ونبدأ نشوف السيارة بتاعتنا بالشكل الجميل ده. بس كده يا شباب، ده درس النهارده، اتمنى ان هو يفيدكم ويضيف لكم لمعلوماتكم في شغل الانيميشن. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس وشير الحلقه مع اي حد مهتم. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن، تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.